وإياكم فريق الأخوية تقدم إساردية، بداية قد تكون جيدة. لا 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 لا. أسرع أهداف البطولة، أسرع أهداف البطولة على مر التاريخ. روعة إيه، متعة إيه، إثارة إيه، أي سرعة، أي إتقان بأقدام فنان وقيمة إساردية وعظمة سوريا. يرفع رصيده إلى 4 أهداف ويسجل أسرع أهداف البطولة على مر التاريخ. احسبوها زي ما تحسبوها، هاتوا ستوب ووتش وابدأوها، هتلاقي ان سوريا يسجل في اسرع هدف في تاريخ البطولة. سيناريو ما اجمله، سيناريو ما اروعه. لو بتحلم او بتتمنى او بتستنى مش هيكون بهذه القيمة وهذه السرعة. شوف إساردية وسرعته، شوف سوريا وقوته، سوريا ودقته، واول اهداف اللقاء. اي رؤية، واضح ان متفق عليها يا جماعة، دي مش صدفة، ده موضوع متفق من مكان. واحمد ياسر ايضا بيلعب في اكتر من مكان، بيلعب ستوبر، يلعب باك شمال، وان شاء الله يكون كلهم مكسب المرحلة اللي جاية للعنابي الكبير. ضربة حرة لفريق بختكور، ولكن العملاق ما شاء الله ما شاء الله على كريم بوضيافة. هدف التعادل. جميلة 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 جميلة. من سجل في الدوحة هو من يسجل في تاشكند. أورنوف سجل في الأخوية بعد 40 دقيقة في الدوحة ويسجل الآن هدف التعادل. أورنوف لاعب خط الوسط، لاعب الارتكاز، يعود ويعيد بختكور إلى المباراة بتصويبة من أقوى وأجمل ما يمكن على يمين حارس المرمى كلودامين. 1-1. وكنت لسه بقول لكم يا شباب استغلوا مرحلة وفترة ان انتوا كويسين، لان فريق بختكور فريق كبير. الترجي التونسي السابق شارك في كأس العالم ايضا للأندية. تاني على طول العالية فوق، تراوري في مرمى، دام تراوري في مرمى بطريق الخطأ. واحدة من اللعبات الصعبة جدا على المدافعين. دام تراوري يسجل في مرمى بطريق الخطأ لتصبح النتيجة 2-1 ويتقدم بختكور على نادي الأخوية. ضربة حرة تم استغلالها بشكل كويس. دام تراوري لأنه رايح بوشه بالكامل في اتجاه مرمى، وهي الحقيقة معمولة في اللعبة الأخيرة. اتلعبت على طول يا ولد. هو سوريا، هو والمساكني يسجل. نعم يوسف المساكني النجم التونسي الكبير بضربة راس صعبة على الحراس يعيد الاتزان للأخوية، وبضربة راس يثبت على قيمته ويثبت أنه لاعب كبير في الوقت المناسب. يوسف المساكني يقطع قطعة جميلة، وحسب الميعاد يا حبيبي، حسب الميعاد جينا يسجل هدف التعادل في الوقت المناسب. نعم التعادل 2-2. توقيت